في قدامنا مرحلة كتير حساسة. مع الأسف الدستور الموجود حالياً دستور مفتوح على إمكانيات خلق أزمات من كل الأنواع، منها دينية وقانونية ومؤسساتية على كل المستويات وما إلها حل أبداً. منشان هيك انتخابات رئاسة الجمهورية والدستور الجديد رح بتكون على رأس جدول أعمالنا. طول ما أنه الممثلين الشرعيين للشعب ما هن يلي بيعملوا الدستور، فأكيد هذا الدستور ما رح يحمي الشعب، رح يحمي محاور السلطة وأصحاب السلطة. من 53 سنة ونحن محكومين بدستور سلطة الانقلابات، وعلى المستوى الأخلاقي فهذا الوضع مهين جدا وبيشوه سمعتنا. بلدنا من نصف قرن ما عم يقدر يتخلص من الأزمات الدستورية المتكررة. فمثلا كان في عنا مجلس معطل ما بيشتغل بنوب بالشأن العام، ورئيس جمهورية ما عنده أي نفوذ. أما بعد انقلاب الثمانينات صار عنا رئيس جمهورية مزود بصلاحيات كبيرة ما ممكن يحكمها بلد بنظام برلماني. خلال الانتخابات القادمة إذا ظهرت قدامنا حالة مفاجئة ممكن تغير موازين المرشحين للرئاسة ويصير عكس المتوقع. بهالحالة ممكن نقول إنه رح نعيش الأزمة نفسها. انعكاس إرادة الشعب من خلال الانتخابات لازم تكون متوازية مع نتائج انتخاب رئيس الجمهورية. أصبح مع أنه الترتيبات الجديدة رح تكون أكثر ديمقراطية على الأرض، بس رح تخلق بيئة ولا تخلق أزمة. بس كمان ممكن ناخد هاي المخاطر على أنها مخاطر المفاهيم الديمقراطية. الأكثر تضرراً المؤسسات اللي عاطينا صلاحيات واسعة خارج المفاهيم الديمقراطية، وهي اللي بتوقف بوش الشعب بالمفاهيم الديمقراطية. اللجنة الوحدوية القومية والمحكمة العليا والقضاء العسكري ومؤسسة التعليم العالي، وجود مثل هاي المؤسسات وصلاحياتها مع أنها بتاخد مكانتها وقوتها وصلاحياتها من خلال الدستور الحالي، وبس لأنه الشعب مو هو صاحب إعطاء هاي الصلاحيات دائما عم يكونوا قدرانين يتدخلوا بتعطيل أي قرار. مع الدستور الجديد هاي المؤسسات لازم تتأسس بصلاحيات مفوضة من الشعب. هذا الكلام معناه في حال مشيت هاي المرحلة بسلام وقدرنا ننجح فيها بيكون انفتح قدام تركيا مرحلة جديدة على مستوى التاريخ، وهذا بيعني انه بلدنا مستقل وبيحقق كل التفاهم بين كل الافرقاء. ومثل هيك وضع وخاصة بسبب مكانة تركيا بالزمن الحالي رح يغير موازين القوى بين بلدان العالم وبشكل مؤثر. استاذي بالمحصلة هاد يعني انه في صفحة جديدة بالنسبة لنا وللشعوب المنطقة كمان، بس مثل هيك تحولات هامة رح تخلينا نحن نصير ببوز المدفع. ولهذا اليوم كل فوضى صارت بسبب تحركاتنا، كانت ردة فعل على أي نجاح منحققه. هاي العمليات المناوية يا ترى الفاعلين فيها مين راح يكونوا هدول؟ بنعرف انه 70% من الاقتصاد العالمي موجود بإيد الرأسمال العالمي العابر للقارات. الإشاعات اللي رح تسقط الحكومات ووجود عائلات متمولة بتخلي اقتصاد البلد يوقع ليوصل للحضيض بين يوم وليلة ما جديدة أبدا بالنسبة لنا. وجزء من هي العائلات عندها قوة مالية ضخمة لدرجة انه فيها تأسس جيوش خاصة لها من هي المرتزقة. بالضبط. بالإضافة لكل هاد العائلات الثرية اللي إلها شراكات دولية رح تستنفر كل قوتها مشان تقدر تخلق الفوضى لتحافظ على مصالحها على الأرض. طيب هي القوى المناوية وين ممكن تكون أماكن تحركاتها؟ مشاركتنا بصناعة الأسلحة المحلية ومحاولة تطويرها وحملاتنا بمجال الطاقة عم تهدد مصالح رأس المال المحلي اللي عم يتعامل مع القوى العالمية وخاضع لها ورح يحاول يأذي نشاطنا. هدول بالرغم من أنهم ماسكين الصناعة المحلية على مدى تاريخ الجمهورية من 80 سنة وبشكل مستمر، كأنه هاي العائلات متعهدة قدام الأجنبي إنه ما تخطي أي خطوة جدية للأمام. فإذا لازم نكون بهاي المجالات صاحيين ضد أي نوع من السرقة والاغتيالات وحتى الفوضى المدنية. وبشكل خاص رح يحاولوا يتلاعبوا بالانتقادات المحقة للمواطنين يلي تم استبعادهم من قبل النظام الدستوري الموجود. وكمان رح يحاولوا يقلبوا الأزمات اللي خلق النظام الدستوري لفرصة مشان ما يتغير هذا النظام. نحن بدل ما نستهدف هي العائلات يلي هي دوما بين ايدين الرأس المال العالمي، غايتنا نوصل على يلي ماسكين خيوط هي العائلات بإيدهم. هي الدمى
وقت يلي رح تنقطع خيوطها رح يوقعوا بأراضينا وما عاد يتحركوا، ورح يحاولوا يصيروا يتحركوا على الأرض، وبالنهاية أكيد بدهم يستسلموا لإرادة أصحاب هي الأرض، يعني لإرادة الشعب التركي يلي بده يقرر مصيره لحاله. أورهان قتلوه. تحققنا يا عارف. أورهان هو اللي قرر إنه يقتل حاله. شو بتفرق يعني؟ ما بيهمني اللي قوصه برصاصة. الأهم من هيك مين اللي جبره يوصل لهذا القرار؟ هي الساعة واقفة ما عم تشتغل. من امتى وقفت هيك؟ ما بعرف يا عارف. غريبة. مشي الحال. شفت وين لازم يعطيك العافية. تسلم. الله يعافيك. الله يعافيك. أسماء الناس اللي مستضيفينهم عنا هون. عفوا، شو كان اسم حضرتك؟ عاكف. عاكف 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 عاكف. لقيتها. 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 أنا لقيتها. منيحة كتير. تعالوا عود وخلينا نلاقي كيف بدنا نوصل لهالأولاك. ما قلت لكم لقيتها؟ اخلوا سبيل هذا الشخص. أكيد رح يتواصل دغري معهم. أنت متأكد يا عارف؟ متأكد متأكد متأكد. إذا حاولنا نخليه يحكي مستحيل ما رح يحكي. لازم أخذ موافقة بهالشي. نعم يا عاكف. السيد عارف عنده اقتراح. برأيه انه ممكن شرطي من الشرطة اللي مستضيفينهم عنا يوصلنا لعنده هناك، إذا أخلينا سبيله طبعا. طيب أنت شو رأيك؟ بإمكاننا نوصله لأولاك من خلال المراقبة عن بعد، بس صار بيعرف إنك عايش. هو بيعرف شيء إنه أنا الشايب؟ لا سيدي. معناتها فينا نخاطر بهذا الشيء. عملوا يلي قالكن عليه. مثل ما بتأمر. بتحددوا مكانه بالأول؟ بالضبط بنحدده وبعدين بتخبرينا. هاي على الخريطة، هاي المناطق اللي رح نعمل لها مسح كامل.
تمام. لازم نعمل بحث كتير دقيق، كل ملاحظة مهمة كتير بالنسبة لنا. تمام. لازم تخبروني فوراً. ولا يهمك. ميكائيل ميكائيل ميكائيل. نعم يا أخي، تفضل. أخي، أنا لازم شوفك بسرعة. اللي فيك تجي فوراً؟ وينك أنت؟ مينا سولماز، عندك زيارة. مين إجا؟ المحامي تبعك. ما بدي شوفه. على راحتك. لك يا بنتي انت جنيتي؟ كم مرة صرتي رافضة تشوفي؟ شو انت مو ناوية تطلعي من هون؟ شو راح يصير بحالة هاي البنت ما بعرف. ليش موجودة هون؟ المسكينة قتلت زوجها. وهي ليش قتلته؟ سألتها السؤال بس هي ما حكت لي شي. وقت اجت المسكينة كان جسمها كله مزرق، واضح انه كان عم يضربها. عكل انت لا تشغلي بالك. شو رأيك اعمل لك فنجان قهوة نشربه سوا؟ شو مين مفكرة حالك؟ الله أعلم كم شخص خاربتي له حياته وبالآخر طلعتي مجرمة. معقول هالشي؟ بعدي من وشي. ليكي انت هون محكومة مثلك مثلنا، لا تنسي هالشي. طيب خلص فهمنا. شو بدك تستلمي العالم من أول ما بيفوتوا؟ روحي من هون ولا تنزعي لي مرائي. حبيبتي القصة مو مستاهلة كل هالقد. المخلوقة جديدة هون وما بتعرف كيف تتصرف. معناها بتعلميها بلا ما ابتلي فيها. يلا كل وحدة تشوف شغلها بقى. هون بدك تعرفي كيف تتصرفي مع باقي المساجين. اوعك تتواجهي مع حدا، وخاصة هي، لأنه في برقبتها لهي 4 قتلة. هاما أهلا وسهلا يا بنتي. لا تواخذوني، جيت من دون موعد. معقول أنت بدك موعد يا بنتي؟ تفضلي. أهلا. مرحبا. أهلا وسهلا يا بنتي. شوف كيف رسمتك، اللي عجبتك؟ رهف حبيبتي، شوفي مين إجا لعنا. تعالي عمتي يا عمري. أوبا. وهذا من وين إجا؟ عن جد كتير حلو. ايه، مين هداك إياه؟ رن الجرس. فتحت الباب، قمت أنا لقيته قدام الباب. ما كان في معه أي ورقة؟ يا ترى ليلى هي اللي بعتته؟
أنا رح أنزل لتحت يا بنتي، حاطة الأكل على النار لازم شوفه. طيب ونحن بننزل بعد شوي. ايه قولي لي انتي سميتيه شي؟ ايه سميته، اسمه هوما. كيفك هوما؟ هذا من نوع العاشق والمعشوق. مزبوط، جده كان حكي لي قصة عنهم. كتير حلو راسمتيه. طيب الليلة بدك تتركيه لرفيقك شوي لحاله، عندك مشكلة بهالشي؟ طيب ليش؟ يعني قلت لحالي منروح سوا على السينما. طيب وهوما ما بيمل هيك لوحده؟ لبين ما نرجع منقول لجده وتيتك خليهم يهتموا فيه بغيابك. تعالي حبيبتي، تعالي نشوف. هوما. أهلا وسهلا. أهلا فيك. بتحب تطلب شيء؟ بدي كاسة شاي. على راسي معلم. تفضل معلم. وجبت لك جريدتك كمان. ماشي. فيها كلمات متقاطعة. مرحبا أخي. اللي استنيتني كتير؟ مو مشكلة. شو اللي بدك اياه مني هلأ؟ بدي اخذ البنت رهف، بنته لمراد على مدار. امتى بدك؟ اليوم بدي اياها. شو يلي عم تحاول تعمله مع صفية؟
شو يلي كان عم يدور براسك ما بعرف، وما بيهمني شو هي مشاعرك اتجاهها أبدا، وما راح أسألك إذا كنت بتحبها ولا لا. هاي الشغلة راح تنهيها فورا. حتى لو كنت بتحبها بدك تبعد عنها. أنا مبعد عنها كل هالسنين منشان ما يلحقها أي أذى. وانت شو ما كانت أسبابك تكون، بس ممكن أسمح لك تتعرض للخطر. نعم صفية. وأخيرا رديت على التليفون. أنا كان عندي شغل، لا تواخسيني. يا ريت تقدر تعطيني شوي من وقتك. عقلي أنا ما اتصلت مشان إزعجها، إلك عندي عرض مشان سهرة الليلة. بصراحة أنا بدي روح مع رهف على السينما، حابين كتير تجي معنا. للأسف ما بقدر أجي معكم. عابد رجاء لا تخجلني، قلت لها لرهف إنك رح تجي وفرحت كتير. يا ريتك سألتيني قبل. لازم يكون عندك سبب قوي كتير مشان تقول لا، وإلا ما رح أقبل. ما قدرت تلاقي حجة ما هيك؟ لسه ما اشتريت التذاكر، رح أبعت لك رسالة بالساعة والمكان. ايه طيب، بس أنا ما بوعدك. رح أقول لها لرهف إنك جاي، بترجاك لا تخيب لظنها فيك. ايه ماشي، بشوفك. شوفك. يا رفاق، اللواء الأسود انعمل ليكون سند لكل مظلوم وين ما بيكون، ووين ما بيكون الظالم نحن ضده، ونشاطنا ما راح يكون بمنطقة محددة أبدا. بغداد، سرايا البوسنة، سمرقند، أوروموتشي، بريزران، سنجق، أتشي، وكمان باهتشا سراي. وين بيكون في حدا بحاجتنا نحن رح منكون هنيك. ولهيك يا شباب، كل هي الجغرافيا بدكم تعرفوها شبر شبر وخطوة بخطوة. وين في عشب مسموم، بأي جبل ما بيكون في أفاعي، وأي ساقية نظيفة ممكن نشرب منها. وهدول كلياتهم بدكم تعرفون منيح، مشان بس تروحوا لهي المناطق للعمليات ما رح بيكون أي فرق بينكم وبين ناس هي المناطق. بدكم تروحوا لكل مكان موجود بالعالم. أول شي بدكم تتعلموا كيف تعيشوا هنيك. شوفوا يا شباب، البقاء على قيد الحياة هي أول مهمة لإلكن. وقبل ما تشربوا مية هي الأراضي لازم أول شي تشربوا من اللبن تبعها، وبتاكلوا من البصل اللي بيطلع هنيك. وهيك بتكونوا قويتوا جهاز المناعة عندكن ضد ميكروبات هي المناطق والأمراض تبعها. سجلوا. يا رفاق الدرب، مثلا انتم ماشيين بين الجبال رح تاكلوا اكل ناشف على ايام، معدتكم ما رح تتقبل اي شيء من هالاكل هذا، معدتكم رح تتعب ودائما رح تستفرغوا هذا الاكل. مثلا افغانستان. تيمور، يا رفاق،
إذا كنتوا بأفغانستان وشفتوا هي النبتة العشبية بتسهل عليكم، بتسهل عملية الهضم. المكان جبال أفغانستان. كنت عم حارب الروس ب 1979 وأمريكا عطتنا صواريخ كروز. الصواريخ تخبت بهاي المغارات، ولهلا المعدات العسكرية الخاصة مخباية بهالمغارات، وخاصة المغارات اللي بنيتها من الجرانيت، ممتازة لتكون مخبأ آمن حصينة. إذا صار عندكم مشكلة معدات بكفيكم تطلعوا على الجبال. بالكتيبات اللي بإيديكم حيكون مسجل فيها كل التفاصيل، لهيك بدكم تحفظوهم. شوفوا يا رفاق، الجبهة تبعكن رح بتكون جغرافيا العالم كله. لهذا السبب كل واحد لازم يحفظ جبهته منيح. من وين بتلاقوا المعدات، شو بتاكلوا، شو بتشربوا، أي منطقة ما فيها ألغام أرضية، هدول كلياتهم بدكم تعرفوهم منيح. اسمعوا يا رفاق، كلياتكم اجيتوا من مناطق مختلفة بالعالم. المعلومات اللي بتتعلق بالمناطق تبعكم تتبادلوها سوا مع رفقاتكم. لازم تتبادلوها مشان نكون فريق متكامل. وخلونا نعكس روح اللواء الأسود على كل العالم، وخلي العالم يعرف مين نحن. علم يا شباب اللواء؟ علم. وهلأ انصراف. حاضر. تيمور افتح الملف. كنت مصر تشوفني يا أردم. في شي مستعجل؟ لا مو مستعجل، بس قلت لحالي لازم خبرك. سيدي وصل لإيدي تسجيل بدي إياك تسمعه. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله. هذا أداء وهلا رح تسمعوا نفسه. أكبر. مسيحي مسيحي مسيحي. شو هاد؟ مسيحي. شو يلي عملته؟ أنا ما عملت شي سيدي، مسيحي، بس غيرت الموجة الصوتية. مسيحي. وتوصلت لمعلومة إنه صاحب هذا الصوت هو الكاردينال نفسه. وكمان في عندي نسخة تانية، الصوت التحتاني على شكل قطع البابا قطع الفاتيكان. هلأ مانو مستخدم إلا ببعض الدول الأفريقية. طيب هذا شو معناته؟ مثل ما سبق وشرحت لك، هذا ملف صوتي مجهز على طريقة التلقين الصوتي السري. تفضل كمل. سيدي، نظامنا الإدراكي بيبعت على المخ بالثانية 11 مليون معلومة، في حين كمية المعلومات اللي ممكن نستوعبها بالثانية ما بين 16 لل50 ألف معلومة. ونحن مشان يشتغل مخنا بشكل طبيعي، المعطيات الثانية اللي استقبلها بيحولها لمساحة اللا إدراك. المعطيات اللي بتتحول لهي المساحة من كثرة التكرار تاخد مكانها بالذاكرة، ونحن من دون ما نحس بتأثر على تصرفاتنا وعلى خياراتنا، وحتى بتأثر على مشاعرنا. طيب شو علاقة هذا الشيء بالرسالة بالملف الصوتي؟ بهذا الملف موجة الصوت العادية هي عم بتخلينا نسمع صوت الآذان اللي نحن متعودين نسمعه من يوم ما خلقنا. الصوت الثاني اللي تم تركيزه خارج عتبة إدراكنا بيتم نقله وبنفس اللحظة للمساحة اللا إدراكية، وهون مع التكرار بيتثبت منيح وبيصير نشط. طيب وهي المساحة اللا إرادية قديش مدى تأثيرها على الأفعال تبعنا؟ سيدي،
المساحة اللا إرادية هي المركز الرئيسي اللي هو فعال بتصرفاتنا بنسبة بتوصل ل 80%. هاي نسبة كتير كبيرة. هاي النسبة بتتعرض لانحرافات محدودة ومعينة عند الأشخاص اللي عندهم عقلية سفسطائية أو مستوى وعيهم عالي. لازم نعمل شي فورا بهذا الخصوص. سيدي، كنت رح أطلب إذن من حضرتك مشان هالشي. حابب كون فريق يدرس أبحاث بهذا الموضوع بشكل خاص وأسس مختبر خاص بهي الأبحاث، وعم خطط أعمل مراقبة القيمة الشعبية وخاصة بوسائل الإعلام الاجتماعية بكل المشاركات البصرية والسمعية، وأعرض النتائج على حضرتك. تحرك بهذا الموضوع فورا وعمل كل شي بدك إياه، ومنشان تستخدم المصادر بالكمية اللي بدك إياها رح أعطيك سلطة كاملة. بتشكرك سيدي، معناتها رح بلش بالشغل فورا، وهلأ عن إذنك. لاعب افتح ورقك. اليوم أكيد يوم حظي. يلا يا شباب، بكفي لعب هالقد. وقف يا شبك، شو عم تعمل؟ لسه ما تعلمت انه الطاولة دائما هي اللي بتربح؟ دخيل الله، الليلة ما في حدا يعكر لي مزاجي. برا في 3 واقفين. تعرف جوا كم شخص موجود؟ لا. راسكم بعد شوي رح يعرف. شو اللي عم يصير؟ يلا شباب، يلا بسرعة، يلا. كلياتهم مشي حالهم. راسكن هلا مع مين بده يحكي يا عبقري؟ نهاد، هذا عايش. داوولي اياه. راسكم بده يسألوا شو طلبه الأخير. عبد الحي تمام، أخي ميماتي تمام، كلياتهم ظابطين. ومين حيثاوي دورك؟ إذا لقيت ممثل منيح بخليه يمثل، بس من الصعب يلتقى عمران. الهيئة رح توقع براسي، أنا رح مثل. طيب خالي ضاضة مين حيثاوي دوره؟ هلأ كنت رح أسألك عنه. أنت بتعرف لك شي حدا بيشبهه للخال زازا؟ شوف أخي عمران، إذا أنت ما عم تلاقي بديل إلك، كيف بدنا نلاقي بديل لخالي ضاضة؟ ما في حدا بيشبهه لخالي. خالي سخص فريد. طيب خلص، معناها رح نأجله للفيلم الثاني. لا لا لا، خالي ما كان بيحب يكون الثاني أبدا. إيه نجداد، طيب شو العمل؟ ليك هلأ شوفني منيح. اقعد فرض علي من عندك.
طلع علي لثوف. اللي ثو عم الثوف. شو بدي شوف؟ عم شوفك إلك قدامي. انت ما في عندك عين مخرث ابدا. شو عم تحكي انت نجدات؟ هلا انت اذا ما كنت عم تثوف لخالي ضاضة بروفايل الثاني بهاد لا تستغل مخرث. لك انت ما بتفهم مين رح يمثل مطرح نجدات؟ هلا انا حكيت من ثانك. انت مثل مراد على مدار وانا خالي ضاضة، بس بالحقيقة انت ما بتشبهه ابدا. إذا اتصل مع أي شخص خبرني. وصل. هاي هي كل يعطيك القصة. العافية، بس بدي اشوف مريض. دقيقة وبنادي لك. شوفي انا عم ورجيكي هالشي. شوفي يا سيد، ليش عم تصير كل هالقلب؟ ممكن تشوفيها مرة تانية؟ بس أنا مو طالع بإيدي شيء أعمل لحضرتك يا سيد. لا تعملي المسألة شخصية، أنا عم حاول أشرح لك وضع يامك. بترجاك رجاء لا تفهميني غلط. شوف حضرة الدكتور جاي أصلا. يجي مو جاينا منه شيء أصلا. رجاء احكي بهدوء. عم شوفه للدكتور بيقول لي بس دقيقة أو بعد منها بيتركني وبيهرب. أنت ليش عم بتصير شوفي أنا شو رح أعمل؟ رح ضلني ناطره هون واقف. يا إذا ما مدام بدك رجاء. تطول بالك ما فيني أخدمك. روح فيك تسأل اللي بدك إياه. ليك هلا خلص بعد بدي شيء كتر خيرك. شو هذا؟ مرحبا معلم. ليش جيت؟ هذا فخ لنا الكي جي تي جاي وراه. الشرطي ميت، الدكتور كان بجنبه. طيب يلا أنا جاي. يلا يلا افتحوا طريق. يلا يلا شوي شوي. يا سيد رجاء افتح طريق. افتح طريق يا استاذ. اذا بتريد دستوري يا أستاذ، دستوري. معنا حالة إسعاف. بسرعة بسرعة. الطريق بتريدوا بعد. افتح طريق يا أخي. بسرعة بسرعة. يلا بسرعة. يلا يا شباب. يلا هي وصلنا. قيسي ضغط المريض وخدي حرارته. حاضر. يلا بسرعة. يلا ضغطه عالي شوي وحرارته كمان. رح اتصل بالدكتور الجراح. ظن الدكتور موجود بالغرفة. وانتوا سبقوني على غرفة العملية. ماشي على كل حال. خير، كيف دخلت لهم؟ استخدمت الكلمات السحرية. افتح يا سمسم. فهمت عليك. ما رح اخذ كتير من وقتك. انا هون منشان مصلحتك. امشي يا ابني. حاجة لاي واللي شو بدك. بعرف كيف نفد صبر حضرتك، بس لا تخاف، كل شي تحت سيطرتنا.
يا حضرة النائب، عم يحضروا لمؤامرة، للأسف هاي المؤامرة كبيرة ضدك. مصادري يلي كتير مقربة عم بيقولوا انه هذا الفيديو رح ينشروه بهاليومين. غريبة، كنا مفكرين انه زواجك سعيد، زوجة حضرتك. إذا مرة تانية بتجيب سيرة زوجتي أنت ومصدرك بنسفكن. واقف السيارة. ولا نلعب قبل ما أرميك لبرا. عم تغلط غلط كبير يا أستاذ، رح تضطر تتحمل مسؤولية ردة فعلك طول عمرك. نقلع يلا إيدك وما تعطي. اطلع برات السيارة.